طبعا الاضاءه مش عارفه، الاضاءه وحشه قوي. اقعدوا انتوا بنات، على فكره ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. عايزه اقول لكم بصوا النهارده ثالث يوم وهرجله هرجله. لا بصوا البنات قاعده ازاي مؤدبين، بصوا. لكن الولاد هي اللي عامله شقاوه. النهارده ثالث يوم مدرسه. عايزه اقول لكم ان انا مسحوله مع مسيو. لا المديره حتى لو شافتنا هتعمل لي ايه يعني؟ مسيو خايف عليا بيقول المديره لو شافتك هتزعق لك. ده انا اللي ازعق لها. بصوا لايك يا جماعه، لايك. طبعا كل سنه وانتم طيبين. النهارده ثالث يوم دراسه ومش عارفه اصور لكم خالص عشان بودي مسيو بستناه قصاد المدرسه. عايزه اقول لكم بصوا بهدله. البنات بتبص بتقول في ايه؟ بصوا حبايبي. طبعا انا حبيت اصور لكم. بصوا المهزله دي الصاله. بصوا شايفين انتوا؟ مفيش حاجه في مكانها. بصوا يا صباح الورد، يا صباح العسل، يا صباح كل حاجه حلوه على اخواتي واهلي وناسي وحبايبي. وحشتوني. طبعا بقالي كام يوم ما صورتش معاكم لاني مسحوله بمعنى الكلمه. خلصت طبعا اوضتي واوضه العيال، وكنت طبعا مطلعه كل اللي في الدولاب مطلعاه بره عشان تعرفين ايه دهنا الاوضه وكده يعني. فطبعا ما صورتش معاكم عشان خاطر ايه الاضاءه بتبقى وحشه قوي في الاوض. فغيبت مسيو من المدرسه النهارده. وعايزه اقول لكم مسحوله من الساعه 10 الصبح. دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 7 المغرب ولسه ما خلصتش. يعني كده ايه، خلصت الاوضتين بالدواليب بكله. اعدي بس الصاله والحمام والمطبخ. طبعا حطوا لايك كده للفيديو. وكمان مش عارفه اصور معاكم عشان بودي مسيو المدرسه وبستناه على ما بيجي. فبصوا يعني طلعان عيني. طبعا شكرا انا بالناس اللي نورت قناتي، وشكرا طبعا للناس اللي معايا من الاول. كلكم منوريني، كلكم على راسي بجد. شكرا ليكم وشكرا على تفاعلكم على الفيديوهات بجد. شكرا يا جماعه. وكل حد نور قناتي اهلا وسهلا بيه. بس خد شنطتك. هشيل طبعا دول. باب الشقه الهواء فتحه فحرك الكاميرا معلش. شايفين؟ عايزه اقول لكم الدنيا يعني بصوا دمار. وعايزه اجيب بصراحه ليفه عشان اصفن الترابيزه دي. وطبعا مسيو كان عيان جبت له دواء. وكان وبوديه برضه المدرسه، يعني عيان وبوديه المدرسه.
بوسخ عشان انا اصلا موديها يومين بس. يعني انا ما وديتهوش من اول اليوم، غيبته لحد كان اول يوم وديته الاثنين والثلاث. لايكات مش هوصلكوا يا جماعه. هدخل دول بصوا يا جماعه. طبعا ايه هصبنها بالسلك والصابون عشان بس ايه شكلها مش ولا بد. لايكات يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا ايه مش عارفه اتكلم معاكم عشان فاصله خالص. اعرفوا كده لما ابقى